طيب، كل يوم كل واحد فينا بياخد آلاف القرارات، حرفياً آلاف. معظمها حاجات بسيطة كده بتعدي من غير ما نفكر فيها أصلاً. بس في قرارات تانية، قرارات بتقف عندها وبتفضل تطاردنا وتخلينا نسأل نفسنا: يا ترى لو كنت اخترت حاجة تانية كان إيه اللي هيحصل؟ إيه هو السر ورا القرار الصح؟ وإزاي نقدر نتجنب الإحساس ده بالندم؟ النهاردة هنغوص مع بعض في سيكولوجية اتخاذ القرار. طب خلونا كده نسأل نفسنا سؤال صريح: كم مرة الواحد فينا ياخد قرار وهو مقتنع بيه تماماً، وبعدها بكم ساعة بس أو يمكن كم يوم يحس بغصة ندم ويقول لنفسه يا ريتني ما عملت كده؟ الإحساس ده كلنا عارفينه كويس قوي. لكن السؤال الأهم بقى: ليه الموضوع ده بيتكرر معانا؟ إيه اللي بيحصل جوانا بيخلينا نقع في نفس الغلطة؟ وهنا بقى بتيجي المفاجأة. السر طلع مش في إيه القرار اللي بنختاره، لأ، السر الحقيقي في إزاي بنوصل للقرار ده أصلاً. طريقة التفكير نفسها والعملية اللي بيمشي بيها مخنا هي دي اللي بتفرق بين قرار نرجع نندم عليه وقرار تاني يفتح لنا أبواب الحياة اللي بنحلم بيها. طيب، عشان نعرف إزاي ناخد قرارات أحسن، لازم الأول نكشف أكبر فخ ممكن نكون بنقع فيه كلنا ومن غير ما نحس حتى. الفخ ده اسمه إجهاد اتخاذ القرار. الموضوع ده ممكن يبان نظري شوية، بس اسمحوا لي أحكي لكم على دراسة غريبة جدا اتعملت سنة 2011. الدراسة دي لقت إن المساجين اللي قضاياهم بتتعرض على لجنة الإفراج المشروط الصبح بدري، فرصة إنهم ياخدوا إفراج بتكون أعلى بكتير جدا من المساجين اللي قضاياهم بتتعرض في آخر اليوم. طب إيه تفسير ده؟ هل القضاة الصبح بيبقوا ألطف؟ لا خالص. التفسير هو اللي بنسميه إجهاد اتخاذ القرار. ده ببساطة إرهاق ذهني، زي الإرهاق البدني بالظبط. بيحصل لما المخ ياخد قرارات كتير ورا بعض، فبيبدأ يتعب، ولما بيتعب قراراته تبقى مندفعة أكتر ومش مدروسة. مخنا حرفياً عامل زي أي عضلة في الجسم، ليها طاقة وبتتعب. فكرة إن المخ عنده، خلينا نقول، رصيد يومي من الطاقة لاتخاذ القرارات. القرارات البسيطة والروتينية زي هنفطر إيه ولا هنلبس إيه، دي بتسحب جزء صغير قوي من الرصيد ده. لكن القرارات الكبيرة والمعقدة اللي فيها مخاطرة عالية، زي مثلا قرار شراء عربية أو تغيير الشغل، دي بتستنزف الرصيد ده بسرعة جدا. طيب، لو مخنا بيتعب وبيقع في فخ الإجهاد ده، إيه الحل؟ هل الحل إننا نبطل ناخد قرارات؟ أكيد لأ. الحل إننا نلاقي حاجة توجهنا، حاجة تخلي القرارات أسهل. الحل بيبدأ بإن كل واحد فينا يحدد البوصلة بتاعته. القاعدة بتقول: علشان نقدر ناخد القرارات الصغيرة صح، لازم الأول نكون محددين قرارنا الأكبر، اللي هو بنسميه نجمة الشمال بتاعتنا. وده معناه إننا نسأل نفسنا: إيه هي أهم حاجة في حياتي؟ إيه القيمة العليا اللي عايز أعيش عشانها؟ إيه هو الهدف الأسمى اللي كل حاجة تانية المفروض تخدمه؟ لما بنحدد نجمة الشمال دي، بتبقى هي النور اللي بينور لنا الطريق وسط متاهة الاختيارات اليومية. أي قرار جديد بيتحط قدامنا، بدل ما نتوه فيه، بنمرره الأول على الفلتر ده: هل القرار ده هيقربني من نجمة الشمال بتاعتي ولا هيبعدني؟ ساعتها الطريق الصح بيبدأ يوضح لوحده. عملياً بقى، قبل أي قرار الواحد ممكن يسأل نفسه كام سؤال بسيط: هل الاختيار ده ماشي مع نجمة شمال بتاعتي؟ هل بيديني طاقة وحماس ولا بيستنزفني؟ هل بيقربني خطوة من الحياة اللي أنا عايز أعيشها فعلاً؟ يعني مثلاً، لو نجمة الشمال بتاعت شخص هي إنه يكون أب أو أم حاضرين في حياة أولادهم، ممكن جداً يرفض عرض شغل بمرتب أعلى بكتير بس هيخليه يسافر طول الوقت. هنا القرار ما بقاش صعب لأنه تقاس على المبدأ الأهم. جميل، كده إحنا حددنا الوجهة الكبيرة، البوصلة بتاعتنا. دلوقتي بقى محتاجين شوية أدوات عملية. صندوق عدة كده يساعدنا في المواقف اليومية ولحظة اتخاذ القرار نفسها. أول وأهم أداة في الصندوق ده هي الحدس، أو اللي بنقول عليه إحساسي بيقول لي. كتير مننا بيفتكر إن دي حاجة غامضة أو ملهاش تفسير، بس الحقيقة إن العلم أثبت إن إحساسنا الداخلي ده هو صوت مخنا التاني. أيوة، مخ تاني حقيقي. المخ التاني ده موجود في جهازنا الهضمي، وبيسموه الجهاز العصبي المعوي. تخيلوا إن في أكتر من 500 مليون خلية عصبية، ده رقم مهول. ده يعتبر مخ كامل بيقدر يحس بالخطر والفرص اللي حوالينا، وبيبعت إشارات لمخنا اللي في راسنا طول الوقت. طيب، إزاي نسمع صوت المخ التاني ده وسط كل الدوشة اللي في دماغنا؟ في تكنيك بسيط جدا من 3 خطوات. أول خطوة: ناخد دقيقة كاملة نتنفس فيها بعمق، بس كده. ده بيهدي العقل التحليلي اللي بيقعد يوسوس. تاني خطوة: نسأل نفسنا سؤال القرار بوضوح:
تالت خطوة ودي الأهم، نثق في أول إجابة وأول إحساس يجيلنا، غالباً دي بتكون رسالة الحدس الصافية قبل ما العقل ما يتدخل ويعقد الدنيا. الأداة التانية في صندوقنا هي الوقفة الاستراتيجية. ساعات كل اللي بنكون محتاجينه هو شوية وقت، مجرد 30 دقيقة بس كافية إنها تنقل مخنا من حالة رد الفعل والانفعال العاطفي لحالة التفكير المنطقي والهادي. ده بيحصل لأننا بندي فرصة للجزء المسؤول عن المنطق في المخ إنه يشتغل بدل ما نسيب الجزء العاطفي هو اللي سايق، خصوصاً لما تكون المشاعر متأججة. نيجي للأداة التالتة وهي أداة قوية جداً اسمها قاعدة 10-10-10. دي طريقة بتساعدنا نشوف الصورة الكاملة وتخلينا نسافر بالزمن عشان نشوف تأثير قراراتنا على المدى الطويل. القاعدة دي ببساطة هي أننا نسأل نفسنا 3 أسئلة. السؤال الأول، إيه هيكون شعوري تجاه القرار ده بعد 10 دقايق من دلوقتي؟ السؤال التاني، طيب إيه هتكون عواقب القرار ده بعد 10 شهور؟ والسؤال التالت، هل القرار ده هيصب في مصلحة حياتي وأهدافي بعد 10 سنين؟ الطريقة دي بتجبرنا نخرج بره إغراء اللحظة الحالية ونفكر في الصورة الأكبر. لما بنجمع بقى بين الحاجتين دول، البوصلة الكبيرة اللي بتوجهنا وصندوق الأدوات اللي بنستخدمه في كل موقف، اللي بيحصل هو تحول حقيقي، تحول من حالة الفوضى والتردد لحالة من الوضوح والثقة في اختياراتنا. الرحلة دي بتنقلنا من عقل زحمة ومليان اختيارات بتشدنا في كل اتجاه لعقل شايف طريقه بوضوح، يعني بنتحول من شخص تايه في متاهة لشخص ماسك خريطة وعارف هو رايح فين بالظبط. وفي النهاية، الرسالة اللي عايزين نوصلها هي إن كل واحد فينا هو المهندس المعماري لحياته وقراراته. لما بنفهم إيه اللي بيحصل جوه دماغنا ونبدأ نستخدم الأدوات دي بوعي، بنقدر نصمم عملية اتخاذ قرار أحسن تبني لنا الحياة اللي بنتمناها فعلا. ودلوقتي هسيبكم مع سؤال تفكروا فيه، إيه هو القرار الواحد؟ مش لازم يكون قرار كبير، ممكن يكون حاجة بسيطة جدا اللي ممكن تتعاملوا معاه بشكل مختلف الأسبوع ده باستخدام أي أداة من اللي اتكلمنا عنها النهاردة.